السلام عليكم. الوصفة دي محتاجة مليون لايك. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبدأ الوصفة بتاعتنا النهاردة بوصفة سهلة وبسيطة. معايا هنا المكونات بتاعتي دي كيلو من الدبابيس أو فرخة كاملة. تمام كده. معايا هنا معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من البابريكا المدخنة، ونص معلقة من بهارات الشرق الأقصى، نص معلقة من بهارات الفراخ، ورشة من الفلفل الأسود. وهحط هنا معلقتين كبار من دبس الرمان، معلقتين كبار من صوص الباربيكيو، وعلبة زبادي، ومعلقة كبيرة من معجون الطماطم الجاهز، معلقة كبيرة من الفلفل الأحمر المفروم، حار أو بارد حسب ما انت بتحبي. وكمان هنا حطيت قطعة صغيرة كده من الزنجبيل الفريش المفرومة، واحط 3 معالق كبار من الزيت. كل التتبيلة دي والتوابل دي كلها همكسها كده مع بعضها، وهتبل بيها لو انا عندي فرخة كاملة او كيلو من الدبابيس. كلنا بنبقى محتارين هنتغدى ايه النهاردة. يلا بينا هنعمل الوصفة دي حلوة جدا. الوصفة دي انا عاوزاكم تشوفوها كده بجد تحفة وتجربوها، مش هتندموا، هتعتمدوها على طول. زي ما انتم شايفين كده انا معايا هنا كيلو من الدبابيس، غسلته كويس جدا، وبعد كده عملت فيه فتحات زي ما انتم شايفين، وهحطه في التتبيله كده. ممكن احتفظ بيها في التلاجة لمده ساعه او 2 حسب الوقت بتاعي، او هشتغل فيها على طول زي ما انا عملت كده. بعد كده جبت البايركس اللي انا هدخله معايا الفرن او الصينيه اللي انا هستخدمها، حطيت فيها بصلتين كبار متقطعين شرايح بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وحطيت عليهم كوبايه كبيره من المية المغلية علشان تساعد في الغليان أثناء دخولها الفرن. طبعا الفرن معايا والي على درجة حرارة 240. هبدأ كده اخد الدبابيس وارصها في الصينية، واخد باقي التتبيلة كده وهوزعها على الفراخ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، علشان تدي لون حلو للفراخ، وفي نفس الوقت كمان تدي طعم. انا عايزة الفراخ كلها تاخد لون واحد زي ما انتوا شايفين كده. دخلتها اخدت معايا حوالي ساعة، وزي ما انتوا شايفين الجمال ده كله طلع من الفرن. شايفين شكلها؟ يا ريتكم كنتوا معايا وشميتوا ريحة الفراخ وهي طالعة من الفرن. بجد طعمها وريحتها رهيب، رهيب جدا. عاوزاكم تجربوها. شايفين بقى كده هنقدمها، لو احنا هنقدمها كده على السفرة، او احنا نقدر نقدمها بشكل كمان هنشوفه مع بعض. انا هنا هقدر اقدمها مع رز بالشعرية، هقدر اقدمها برز بسمتي، وممكن نقدمها كمان مع مكرونة، او ناكلها بعيش لو احنا حابين. تمام كده. شايفين الصوص بتاعها تقيل ازاي، والبصل دايب، وطعمها بجد رهيب. زي ما انتم شايفين كده طعمها حلو قوي. بجد انا يعني لو انتوا معايا عاوزاكم تدوقوها. الله اكبر، الله اكبر. شايفين بقى الجمال؟ الفراخ دايبه دوب، وبجد طعمها رهيب. الصوصات اللي احنا عاملينها دي بجد حلوه جدا. ان شاء الله هتجربوا الوصفه، هتلاقوها على قناتي على اليوتيوب باسم اميره ابو زيد، على بيجي القناه على الفيسبوك باسم اميره ابو زيد عربي وانجليش. انا بصراحه يعني طعمها يجنن. الصوص شايفين عامل ازاي؟ تحفه. يلا اشوفكم على خير في وصفه جديده. معاكم اميره ابو زيد. باي باي.